يعني خريجين نحن لكنا متخرجة أنا ما عم لاقي شغل. لو خيرت مين أحب دولة إلى قلبي بقول لك دمشق أو الشام. بعد سوريا ما في. لو صحت لك سفرة تسافري برا البلد بتسافري ولا بتضلي؟ حسب إذا في فيز للسوريين ليش لا. كفرص عمل أكتر هنيك والدخل أحسن من هون. هلا أوكي برا الدخل لما بيجينا بنصرفه بس بنعيش برفاهية. هون الدخل يا دوب يكفي مواصلات وأكل وشرب على الرواتب اللي عنا والغلا اللي صاير ما بيقدر حدا يأسس حياته. كل شيء له تمن. هلا هون قاعدين مع أهلينا بس مو قدرانين نعيش. برا بنطلع بنشتغل نقدر نعيش. لا إذا ما أنا مستاهلة ليش لا ضحي اترك أهلي واترك بلدي وعيلتي وناسي واطلع على غربة. إذا ما في شيء بيستاهل لا. يعني أوقات الظروف بتجبر الواحد إنه يرجع على البلد ويرجع يأسس. إذا كان هو عامل يعني هو مصمد مبلغ بيقدر يرجع يأسس فيه بالبلد فليش لا. بس إذا أنا هناك عايشة ومرتاحة وأمان أكتر كعمل كبزنس عم بحكي أنا لا بضل هونيك. إذا هناك في استقرار مادي لا بضل هونيك. ما عندي استعداد أرجع لهم. فئة الشباب كلياتها بهالبلد هيك بتفكر لأنه هون يعني سوري أقل راتب شو عم يكون؟ 1,000,000 ليرة. يعني خريجين نحن لكنا متخرجة أنا ما عم لاقي شغل والراتب شو عم يكون 2,500,000. مواصلات قد ايه؟ ما بكفي شيء. لا بطلع أنا عم بتعب وأشقى هون واشتغل وضيع وقتي وجهدي وصحتي على راتب يا دوب يكفيني مواصلات ومصروف صغير. ماني مضطرة. ما بحب السفر أبدا نهائيا بس أوقات الظروف قلتلك بتجبرك على شيء أنت تعملي. بسافر حسب البلد اللي بدي اروح عليها مو أي بلد يعني. ممكن في بلاد لتحسين الوضع الاقتصادي ممكن يروح يسافر أما بالنسبة لغير هيك ما بسافر. طيب في أسباب تانية ليش يعني غير الوضع الاقتصادي عفوا غير التغيير والوضع الاقتصادي في أسباب تانية ودوافع؟ السياحة بسافر مثلا عرفت كيف؟ ممكن نسافر سياحة على دولة أوروبية أو دولة آسيوية أو ممكن الحج أو العمرة أو أي شيء. بتحب كتير السياحة بين البلدان؟ كتير. شو أكتر بلد يعني إذا صحت لك إنه تسافر عليها بتروح؟ اليونان. الشعب طيب والأكل طيب هناك والجو حلو كتير وقريبة يعني مثلا وكنت أنا أشتغل فيها يعني عندي ذكرى فيها يعني. لا والله ما بسافر بضل. ليش شو السبب؟ السبب انه انا سافرت كثير وشفت كثير فما بلاقي احسن من البلد تبعي. وحده ثاني وحده بدنا نطول بالنا شوي لتتحسن امورنا وشايف انا في تحسن يعني باذن الله. أكيد إن شاء الله نحن على أمان. دائما الواحد ببلده غير وين ما طلعتي يعني باي بلد ما رح يعاملوكي مثل معامله اهل البلد اللي رايحه عليها. فما في مثل بلده الواحد له حق بكل شيء بكفي بضل رافع راسه. بغير بلد ما في مجال. لا والله ما بسافر لأن البلد كتير حلوة. بلدنا رائعة كتير طبيعة وجمال وناسها وأهلها. الواحد يسافر على الغربة. ليش غير هالأسباب؟ إذا بدي أطلع برا البلد اسمها غربة عذاب. لا بقعد ببلدي ضمن بلدي وبشتغل ضمن بلدي. من بعد سوريا ما في. ورغم كل الأحداث ورغم كل العالم إنه علينا وكذا وشفت الوضع يعني الوضع يعني صعب شوي بس ولكن الحمد لله إلا ما تنحل إلا ما تنفرج. يعني نحن معلمين نحن بنشتغل ضمن بلدنا بنقعد هون مثلا ضمن مكان عام بنعرف حالنا بلدنا أمان. بس برا ما فيك تقعدي ما فيك تاخدي راحتك. وصحيح في مال برا بس ولكن في هون عندنا عزة نفس ببلدنا سوريا بتقعدي بترتاحي فيها بخضارها وطبيعتها وشبابها وناسها وأهلها والناس بيحبوا بعض يعني كشباب كعالم كإنسان ككبير بالعمر يعني أي شيء بتشوفيه هون غير برا. أول شيء والله أنا مش من سوريا من الأردن. تمام. أتشرف وأعشق تراب سوريا يعني أنا أردني من أصل فلسطيني. والنعم منا. ولكن لو خيرت أنا زرت 20 دولة. لو خيرت مين أحب دولة إلى قلبي بقول لك دمشق أو الشام أو سوريا بشكل عام. أكيد كلياتنا نحن بنحب الشام. الله يرضى عنك. الله يا رب يحفظ الرئيس والشعب والبلد وإن شاء الله أشوفها هيك دائما يعني بأحسن حال إن شاء الله تعالى. إن شاء الله آمين يا رب. لا بسافر. شو السبب ليش؟ أنا أساسا كنت مسافر كنت بالعراق وكنت ناوي أرجع فرجعت هلا وأنا هلا بدي أسافر. ليش؟ فكر إنه الوضع صار أحسن.
هلا مثلا هلا عم بفكر اخطب، هلا اذا بدي اخطب، اذا بهذا الوضع مستحيل اخطب، مستحيل اشتري بيت، مستحيل اعمل، مستحيل اسوي شيء. اذا ما سافرت وضليت برا شي سنه سنتين ورجعت مستحيل اني اخطب، مستحيل اسوي شيء. يا هلا لو في رواتب منيحه مثل ما انا لما كنت برا، انا ما بسافر، لا ليش بضل بين اهلي وناسي، صح ولا لا؟ بضل بين قرايبيني، بضل ببلدي، يعني برا دقت الورد، عرفت شلون؟ لا بضل هون، هلا لو في شغل وفي رواتب منيحه انا بضل هون، بضل ما عندي اي مشكله. عندك شي مشكلة بعرض الحلقة؟ لا ما عندي اي مشكله. لا ما عنديش. ما تفضل. لا بالعكس. بالعكس والله ما شاء الله عليكم. حسب اذا طلعت حلوه ولا لا.